مساء النور البنات، فيديو جديد. اليوم غنصايب معكم واحد الكيكه شاخده همه وهي شهوه منها بالليمون. الليمون دابا راه تبارك الله موجود في السوق باثمنه جد مناسبه. غنصايبوا هاد الكيكه، كتجي المذاق ديالها واعر، وجديها للفطور ولا الكوتي ولا حتى للضياف. حطيها بوجهك حمر كتجي غزاله يا سلام. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاج واحد الليمونه، انا استعملت هذا نافيل. خدي شي ليمونه اللي تكون كبيره وتكون الجلده ديالها رطيبه، كنغسلها مزيان حيت غادي نستعملها بالقشره ديالها. وغادي نقطعها هكا طريفات. من الاحسن تشوفوا شي ليمون اللي يكون حلو باش ما يعطيكمش ديك المروره في الكيك، راه كيجي غزال، كتجي واحد الكيكه اللي زوينه بزاف. صافي انا قطعت هذيك الليمونه على هذا الشكل طريفات، وكنحاول نشوف ليه يكون شي عظيم نحيدو. هاد الليمونه ما فيها حتى شي عظم، والمذاق ديال هاد الليمون راه غزال بزاف وحلو. صافي غادي نجيب الكاس ديال المولينكس، راه ما كياخدش هاد الكيك وقت بزاف، 5 دقائق كتوجديه. غادي نحضر كلشي في الكاس ديال مولينكس، كنحط هذيك الليمونه، غادي نزيد عليها 4 ديال البيضات. بالنسبه للبيض ديروا نتوما قياسكم، حيت المول انا عندي كبير، تقدروا ديروا غير 3 الا بغيتو. غادي نزيد كاس ديال سنيده وكاس ديال الزيت، كنخدم بالكاس ديال الانبه، وغادي نزيد كاس ديال عصير ديال الليمون. بغيتو ديروا كاس د الحليب اولا كاس ديال دانون ديروه، كان الليمون متوفر عندكم عصروه وديروا كاس ديال الليمون باش كيجي المذاق ديالها زوين بزاف. وزدت واحد الشاصيه ديال الفاني باش كتعطيني داك المذاق، الليمون والفاني كيعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف. صافي كنحاول نطحن هذا الخليط مزيان ونخليه تطحن باش ديك الليمونه اللي درت كتطحن. وغادي نجيبو البول ديالي ونخوي هاد المقادير كاملين باش غادي نزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق راه هزات لي 350 غرام، 3 د الكيسان ونص. انا زدت هنايا واحد شويه د الملح حيت كنسيتها، ضروري ديروها من الاول ولا ماشي مشكل وقتاش ما درتو المليحه ديالكم. اهم حاجه انكم ما تنساوهاش. هنايا انا درت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الخاص بالحلويات، يكون دقيق مزيان باش تطلع معكم الكيكه. وغادي نزيد نص كاس، تقريبا 350 غرام، حيت كل كاس راه كيهز 100 غرام. هنايا زدت واحد جوج شاسيات ديال الخميره ديال الحلوى. وغادي نخلط الخليط ديالي. كيكه ساهله كتجي غزاله، وعرفتوا الريحه ديال الليمون طالعه، ما شهيتكم فيها جربوها اكيد راه غتعجبكم. صافي غنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخل. الخل مع الخميره كيدير واحد التفاعل كيخلي الكيكه كتنفخ وتطلع. ولا تقدروا تزيدوا معلقه ديال الحامض، العصير ديال الحامض. صافي المول ديالي راني دهنته بشويه ديال الزبده والدقيق. ومن الاحسن تستعملوا شي مول اللي يكون صغور باش ما باش تجيكم الكيكه طالعه. انا عندي هاد المول راه كبير تبارك الله، راه فيه شي 25 سنتيم تقريبا، كيهز شي 8 د البيضات. انا درت غير 4 بركه. وديروا مول صغير باش تجيكم طالعه بزاف. صافي كنخوي الخليط ديالي، الفران راني شعلته راه كيسخن. وغادي ندخل الكيكه تقريبا واحد 40 دقيقه. ما تحلوش عليها حتى تشموا الريحه، ما تحلوش نهائيا باش ما تهبط لكمش. الا حليتو عليها الفران راه كتهبط. الكيك ديالي تبارك الله طاب وتحمر ما شاء الله، الريحه ما نقول لكمش. هنا كنوريكم الحجم ديال المول ديالي، راه كبير بزاف. هذا راه كيهز تقريبا شي 8 د البيضات، ومع ذلك شوفوا تبارك الله قداش جات طالعه ما شاء الله. جات ناجحه 100% غزاله. مقادير لي بساط وساهلين. وجديها وجربيها وكتبي لي في التعاليق، اكيد راه غتعجبك وغتبقاي تصايبيها ديما. هنايا كندهنها بشويه ديال الكونفيتور، دهنوها بالكونفيتور ديال المشماش ولا الكرموس ولا الفريز ولا شويه ديال العسل، ولا خليوها غير هكاك راه كتجي واعره. بالنسبه للتزيين زينيها بداك الشيء اللي عندك واجد. انا عندي هنا شويه ديال البيستاش كونكاسي، تقدري دير لها شويه د اللوز ايفيلي، شويه ديال الكاوكاو، واحد الدرهم ديال الكوكا ديال الغرض. المهم تتزينيها داكشي اللي موجود عندك في الدار، ولا خليها غير هكاك راه كتجي غزاله وهمويه. وعرفتي المذاق ما نقولكمش البنات، يا سلام. انا غادي نقطع لكم طريف وغتشوفوها راه مازال سخونه ما برداتش، كي جبدتها من الفران. غادي نقطع طريف وشوفوا ها نتوما تبارك الله كي جات ما شاء الله. كيكه غزاله بالصحه والراحه، جربوها.
الى عجبتكم كتبوا لي في التعليق، ما تنساونيش باللايك، اشتراك في القناه اللي كان ما مشاركش باش توصلوا دائما الى درت شي فيديو جديد يوصلكم. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وتنتلاقى معكم في فيديو جديد ان شاء الله.